بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعين الكرام، انا حابب اتكلم معاكم كده في كذا موضوع. بصراحه احنا عارفين ان مباراه النهارده الاهلي وسيراميكا دي اول خطوه من الاربع خطوات المهمين جدا للاهلي في الاربع مباريات المتاجله اللي ورا بعض على طول. اذا الاهلي قدر ياخد منهم ال 12 نقطه كامله يكون حقق بطوله الدوري قبل اخر 3 اسابيع من الدوري، مهما كانت نتائج بيراميدز بالفوز في المباريات. اي تعثر لبيراميدز هيقرب المسافه النادي الاهلي. فانا شايف ان هي مباراه مهمه مع خصم مهم جدا، خصم هو ثالث اقوى خط هجوم، خصم عينه على المركز الثالث بينافس عليه بشراسه. المباراه مش هتبقى سهله للنادي الاهلي. عارفين كمان ان في مباراه الزمالك والمقاولين، الزمالك مهم جدا برضه، هو بينافس على المركز الثالث. كمان المقاولين يهمه الفوز، لانه اي تعادل او اي هزيمه ليه هتبدا تاثر على وجوده في الدوري عموما، وهيكون ده بيؤدي الى خطوه نزوله للدرجه الثانيه، وده شيء المقاولين مش عايزه، وده معناه انها هتبقى برضه مباراه حماسيه. الجزء الثاني اللي عايز اتكلم فيه هو فكره التعاقد بتاع الاهلي مع كابتن النني. عايز اقول لكم ان التعاقد الاهلي مع النني هو ده سبيل وحيد وسهل، اقوى كمان من صفقه بن رمضان، لان الصفقه دي لو تمت هتبقى صفقه قويه. ثقافه النني وخبره النني في اذا كان في المنتخب او في الاحتراف او اذا كان في الارسنال او اذا كان في تركيا، ده معناه انه يقدر ينقله للعيبه داخل وخارج الملعب وفي اوضه اللبس، وده هيفرق كتير مع النادي الاهلي من جودته. وكولر حاطط كمان مباراه اسبانيا عشان ياكد، لكن بنسبه 95% فالنني موجود في النادي الاهلي، وده الصفقه الاقرب لتعويض ديانج في النادي الاهلي. وافتكروا الكلام اللي انا بقوله لكم ده كويس. كمان عايز اقول لكم عدم معاقبه مروان عطيه، هل ده يسمح زي ما كان جماهير الزمالك بتقول للشيبي انه بياخد حقه فراجل يا شيبي؟ هل حد هيسمح اهلاوي او زملكاوي عاقل ان جمهور الاهلي اللي اتشتم من مروان حمدي هياخد الجمهور ياخد حقه وينزل يرد نفس الشتيمه ونفس الاهانه لمروان حمدي، ويكون هو ده كل فعل يبقى ليه رد فعل ونسيب من غير عقاب؟ انا النهارده اغلط، بكره انت تغلط فيا. بالطبيعي مفيش جمهور عاقل زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي يتمنى ان يلاقي جمهور الاهلي في مباراه النهارده بياخد حقه، لانه شايف ان مروان حمدي بقى ما خدش ولا عقاب سهل ولا عقاب صعب. يعني كنا بنتكلم وجماهير الزمالك بتتكلم، جماهير بيراميدز بتتكلم، لا اصل الشيبي اصل حسين الشحات لما ضرب ما خدش العقاب القوي فمن حق الشيبي انه يعمل. طب تمام، الشيبي عمل خد حسين الشحات خد عقاب بسيط من وجهه نظر الشيبي ومن وجهه بعض نظر البعض. طيب وكمان الشيبي راح للمحكمه، هل ده كمان ده معناه انه حسين الشحات برضه ما تمش عقابه؟ واحنا عارفين ان الحكم هو العدل، الحكم هو العدل، حكم المحكمه هو العدل. طب ايه تاني المطلوب؟ حسين الشحات اعتذر، هل ده ما كانش كفايه والجماهير بتقول له راجل يا شيبي؟ هل ده معناه ان النهارده جمهور الاهلي مسموح له انه يرد الاهانه لانه ما خدش؟ ده معناه ان احنا ما بنوصلش لحل. كمان عايز اتكلم انه بيراميدز في اتجاهها لان هي كمان بعد ما جددت التجديد مع المدير التنفيذي ممدوح عيد، ان هي كمان تلغي التجديد اللي كان تم ليه. واحنا عارفين ان ممدوح عيد هو المدير التنفيذي، وانه يشوفوا حد تاني، وحد تاني يبقى عليه تفاهم والناس بترضى بحكمه، وانه في علاقات ود بينه وبين الانديه وبين الجماهير الانديه كلها اذا كان اهلي الزمالك اسماعيلي. احنا نتمنى بس انه ايا كان اللي موجود، ممدوح عيد غيره، يبقى فاهم كويس قوي انك بتتعامل مع فرقتين مهمين جدا في مصر، فريق الزمالك وفريق الاهلي. فريق الزمالك ليه جمهور عظيم جدا، وبالطبيعي ان الاهلي كمان ليه جمهور عظيم. لازم وانت بتتعامل تبقى حاطط ده في دماغك وتبدا تتعامل. كمان عايز اقول كمان للكابتن محمد السيد اللي حقق ميداليه برونزيه امبارح في مسابقه السلاح شيش، فيبقى ان ده مبروك، وان شاء الله ربنا يكرم مصر ببعض الميداليات الثانيه. وعايز اقول انه ان شاء الله ده هيحصل وده هيتحقق، مبروك للكابتن محمد السيد. كمان عايز اقول انه حاجه مهمه قوي لازم نعرف، انه اي تعاقد للنادي الاهلي مش هيبقى واضح ملامحه ومش هيتم الا بعد نهايه الموسم. الاهلي عايز يستنى، مش قادر يتكلم، مش قادر يبقى عارف عمرو السوليه ماشي، كهربا ماشي، طب حد تاني، طب قفشه ماشي، طب راح للوحده. الاهلي مش هيقدر ياخد قراراته في ايا كان في التعاقدات الجديده اولا لغايه ما يعرف المبلغ اللي هيكون داخل الخزينه قد ايه، عشان يعرف هو هيطلع قد ايه، ويعرف المرتبات اللي هتبقى مدفوعه السنه الجايه قد ايه، التزاماته قد ايه. يمكن الناس بتقول ان الاهلي بخيل في التعاقد، لكن ميزه في الاهلي حتى لو كان ده هو بيدرس كويس عشان ما يحصلش عليه ديون، ويبقى احنا بنشوف ان اللعيبه بتمشي من الانديه وليها فلوس، فالاهلي اكيد